الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. اليوم راح أحاول أحكي عن موضوع أعتقد أنه هو من المواضيع الحساسة جدا في تجربة حزب العمال الكردستاني، وهو يعني موضوع الاقتصاد. اقتصاد هذا الحزب من أين يأتي وأين يذهب؟ هو بالمحصلة يعني اقتصاد حرب. حتى ولو حزب العمال الكردستاني في فترة من الفترات يوقف الحرب، لكنه في العملية الاقتصادية والترويج للحزب بهدف الحصول على الدعم والتمويل يستخدم خطاب الحرب. فإذا في السلم وفي الحرب اقتصاد حزب العمال الكردستاني كان وما زال هو اقتصاد حرب. وفي السياق أيضا يعني هل حزب العمال الكردستاني فعلا حزب العمال؟ إذا حطينا الكردستاني على جنب وركزنا على مصطلح العمال، هل هو فعلا حزب الفقراء والعمال وحريص على مصلحة العمال وعلى يعني الفئة الأساسية في المجتمع؟ بالنسبة للأحزاب اليسارية والأحزاب الاشتراكية والشيوعية هي الطبقة العاملة الشغيلة الفقراء بشكل عام. يعني هل فعلا حزب العمال الكردستاني هو قلبا وقالبا حزب العمال الكردستاني؟ طبعا أنا راح أحاول أركز على مصطلح العمال، والكردستاني نخليها لمناسبة أخرى. هل هذا الحزب فعلا حزب كردستاني مثل ما يزعم أنه كل أراضي كردستان مفتوحة له ومباحة له؟ ليش؟ لأنه والله هو حزب يعتبر نفسه حزب كردستاني. عموما نأتي على موضوع الاقتصاد. راح أحاول جزء هذا الملف، وهو ملف معقد وشائك جدا، إلى أقسام. اقتصاد حزب العمال الكردستاني في سوريا، في تركيا، في العراق، في إيران، وفي أوروبا. طبعا هي عبارة عن إضاءات. ربما الخبراء والمختصين في هذا الموضوع بإمكانهم يفتحوا هذا الملف من جديد، ويعني هاي الأفكار تكون بالنسبة لهم أسئلة مفتاحية أو أفكار تأسيسية مبدئية لبحوث وملفات أخرى تتناول هذه التجربة. لأنه هذا الحزب صحيح هو حزب، لكن يمتلك اقتصاد دولة. هل هذا الاقتصاد هو فعلا اقتصاد نزيه وشفاف ونقي، ويعني مثل القوانين الأوروبية هو مشروع اقتصاد مشروع وضمن القوانين، أم هو اقتصاد خارج القانون ويستغل القانون ويخترق القانون وهو اقتصاد قذر؟ إذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة أنه هذا الاقتصاد إن لم يكن قذرا فهو ملطخ بالقذارة، على مش بس على الصعيد السياسي أو الأيديولوجي، لا، على الصعيد القانوني هو اقتصاد قذر. طيب إذا كان هذا أو هذه هي طبيعة اقتصاد حزب العمال الكردستاني، فكيف نطلب من حزب أن يمارس سياسة واضحة وصريحة وشفافة وسليمة مع وجود اقتصاد قذر أو ملطخ بالقذارة؟ طبقا للمقولة اليسارية الدارجة أنه لا يوجد اقتصاد مستقل بدون لا توجد سياسة مستقلة بدون اقتصاد مستقل. إذن هل يمكن أن توجد سياسة نزيهة وشفافة وسليمة وصحية مع وجود الاقتصاد القذر الذي يدعم هذه السياسة؟ هذا أيضا سؤال. لنبدأ من سوريا. في سوريا حزب العمال الكردستاني لم يمارس أي نشاط اقتصادي مطلع الثمانينات. كان يعتمد على الأعمال أو تبرعات الأنصار الحزب أو مؤيدي الحزب في أوروبا وفي بلدان أخرى منها ليبيا. لكن متى بدأ حزب العمال الكردستاني بجمع التبرعات والاشتراكات الشهرية والسنوية؟ منذ منتصف الثمانينات وحتى نهاية الثمانينات،
فما فوق. كان اقتصاد الحزب قام على جمع التبرعات والاشتراكات المفروضة على الناس بحكم تأييدهم لحزب العمال الكردستاني، وهي الاشتراكات منها كان اشتراكات شهرية واشتراكات موسمية مثلا، لأنه اقتصاد منطقة الجزيرة ومنطقة عفرين اقتصاد موسمي، يعني مناطق كوباني، هاي المناطق مناطق شمال سوريا اقتصادها موسمي قائم على المحاصيل الزراعية وما يتبع ذلك من عمال وفلاحين وإقطاعيين ومزارعين وملاك أراضي. فالحزب كان يعني من المؤيدين والموالين له يأخذ اشتراكات منتظمة، أما من غير الموالين فبياخذ كمان اشتراكات موسمية على أساس أنه في ثورة وفي حركة تحرر وطني وفي كردستان مستقلة آتية في الأفق، مثل ما كان بيوعد أوجلان أنه في سنة 2000 راح تكون هنالك دولة كردستان مستقلة. فاقتصاد الحزب في الثمانينات منتصف يعني نهاية الثمانينات كان قام على الاشتراكات. مطلع التسعينات بدأت يعني أمور جديدة يعني للحصول على الأموال، وهي يعني أيام العمل الطوعي اللي كان يفرضها الحزب على العتالين والفلاحين والعمال اللي بيشتغلوا في أعمال الحصاد. فالعامل أو العتال اللي كان يعني ما عنده شيء غير قوة عضله يعني، فحزب العمال الكردستاني بياخذ منه اشتراكات شهرية وبياخذ منه اشتراكات موسمية وبياخذ منه يوم عمل طوعي. عدا عن ذلك يعني كان الحزب يحشد الناس في عمليات حصاد القطن أو جني الزيتون أو العدس أو يعني المحاصيل الزراعية. 200 300 400 شخص بيجمعون من المؤيدين والموالين للحزب ويأخذون لحملات الحصاد وبيحصل على الأموال. هذا الموضوع استمر حتى يعني نهاية التسعينات تقريبا العملية هي. بالتوازي مع ذلك يعني في نهاية التسعينات أو بلش الحزب بمشاريع في مناطق مناطق في حلب أو في عفرين، معاصر زيتون، معامل صناعة صابون، ورش خياطة، ورش للأشياء المنزلية، البرادي، الستائر، يعني محلات لبيع الأدوات المنزلية. كل هذه المؤسسات كانت يعني تدر على الحزب أرباح بحكم أنه المؤيدين للحزب بيعرفوا أنه هذا المحل أو هاي الشركة وهي المؤسسة الاقتصادية تتبع للحزب، فبيروحوا وبيقتنوا أشياء من تلك المؤسسات. في الفترة الأخيرة يعني كانت خسرانة العملية الاقتصادية لحزب العمال الكردستاني، حتى بعد خروج أوجلان أو طرد أوجلان من سوريا بموجب اتفاقية أضنا بين النظام السوري والنظام التركي. فكك حزب العمال الكردستاني هاي المنظومة الاقتصادية في سوريا، ويعني منها من بعض المؤسسات ان النظام السوري حط ايده عليها، بالاضافه الى مجموعه يعني من العقارات، فيلل، شقق، معسكرات الحزب. كان في 3 معسكرات للحزب، هي عباره عن مزارع لكن حولها الحزب الى معسكرات للتدريب السياسي والايديولوجي وحتى العسكري. المعسكر الأول كان في شبعة قريب من المطار، ومعسكر موجود في صحنايا، ومعسكر آخر في منطقة النشابية، و3 في ريف دمشق. هاي معسكرات حزب العمال الكردستاني. النظام السوري حط ايده عليها تماما بعد 2002 2003. ما بعرف هلا حاليا شو وضع هاي المعسكرات، هل حزب العمال الكردستاني استرد المعسكرات هي أم لا؟ إجمالا الدورة الاقتصادية
في تلك الفترة مصادر التمويل كانت عبارة عن اشتراكات، وأحيانا أحيانا حزب العمال الكردستاني كان يلجأ لاستخدام العنف المباشر وغير المباشر للحصول على الأموال من ناس غير موالين لحزب العمال الكردستاني، إقطاعيين، ملاك أراضي، أصحاب أراضي. فالحزب يعني كان يمارس نوع من الترهيب. بيجي حجي شوكت، أحد الكوادر القديمة في حزب العمال الكردستاني، توفى، واثنين ثلاثة من المرافقين مع شوية بهرجة عسكرية وأسلحة ورشاشات وكذا بيفوتوا على مضافة أحد المخاتير أو الأقطاعيين، وبيحطوا السلاح على الطاولة، وبيجي يبلش يحكي العم شوكت أو حجي شوكت عن الثورة وعن العمل الوطني، وانت يا فلان ينبغي أن تدفع مثلا 100,000 أو 200,000 تبرع للثورة، الثورة اللي كانت على أساس من أجل كردستان. فهذا الشخص الإقطاعي بيشتري نفسه وله سمعته وكذا، فيضطر مكرها لدفع المصاري أو الخوة لحزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني مش بس يعني كان يستغل كد وعرق العمال والمحتاجين، يعني الفقراء، مثلا كان يلجأ إلى جمع العمال في أيام عمل طوعي في أعمال الإنشاء القاسية، صب الباطون، كل ما يتعلق بالإنشاء. حزب العمال الكردستاني كان يستغل أيضا هذه الفرصة للحصول على الأموال وضخ مزيد من الأموال في ميزانية الحزب في سوريا. حتى زكاة الفطر اللي يفترض يعني وفق الشرع الإسلامي مخصص للفقراء، حزب العمال الكردستاني كان يستحصل من المؤيدين والموالين له على زكاة الفطر على أساس أنه هذه الأموال تذهب إلى عوائل الشهداء وضحايا الحرب، لكن هذا الكلام لم يكن صحيحا. كان كل هذه الأموال تذهب إلى خزينة الحزب، وفيما بعد يعني حسب مزاج الحزب بيشوف انه هي عائلة الشهداء محتاجة بيعطيون، ما بيشوف ما بيعطيون اي شيء، يعني حتى ولو كان فقيرة. فالحزب حتى يستخدم الجانب الديني للحصول على الاموال، وموضوعة واعدوا لهم ما استطعتم، يعني وجباية حتى زكاة الفطر في هذا الخصوص. مش بس هيك، يعني واحد اذا بده يتزوج بيروحوا لعنده لانه في مقاتلين في الجبال وأنت تزوجت ينبغي أن تدفع ضريبة أو هدية أو مكافأة، يعني يسميها يعطيها اسما معينا. بنت تتزوج من المؤيدين أيضا بيروحوا بيبتزوا أنت تزوجتي وأمثالك في الجبال ويحملون البنادق، فينبغي أن تدفعي شيئا أو مكافأة هدية أو ضريبة للزواج. وحدة تولد بيروحوا من بدل يعطوها هدية بياخذوا منها مكافأة الولادة. إذا الجانب الديني والجانب الاجتماعي والجانب السياسي والمعنى، كل هذه المبررات كان يستخدمها الحزب في سوريا لامتصاص كد وعرق وقوت الكرد السوريين بحجج أتيت على ذكرها. فيما بعد يعني استلام حزب العمال الكردستاني للسلطة أو جزء كبير من السلطة في المناطق الكردية السورية، يعني انفتحت أبواب الجنة أمام حزب العمال الكردستاني، الجنة الاقتصادية أقصد يعني، وهي أموال عوائد البترول والغاز والمعابر الحدودية. الآن وذكرتها أكثر من مرة، يعني رؤساء الذين تعاقبوا على حكومة الإدارة الذاتية الديمقراطية لحزب العمال الكردستاني في روجافا، ولا واحد منهم يجرؤ أنه يطرح الموضوع الاقتصادي والملف الاقتصادي ويتعامل بشفافية. هذه الأموال أين ذهبت؟
وماذا فعل بها حزب العمال الكردستاني، وما هي نسبة الأموال التي خصصت للمشاريع التنموية، إذا كان في مشاريع تنموية أو خدمية أو إنشاء مستشفيات أو مدارس أو معاهد أو جامعات أو كل هالقصص. يعني خلي يجيبوا لي مبنى جديد عمروا حزب العمال الكردستاني في روجافا كردستان بعد كل هذه السنوات من النهب الفظيع يعني لمقدرات وثروات المناطق الكردية في سوريا. هذا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو العملية الاقتصادية لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير، دمتم في رعاية الله.